شاء الله الف هنا. للميرنج بدنا 5 بياض بيض، كاستين ونص سكر بودره، نص معلقه ملح وفانيليا. بننزل بياض البيض وهلا السكر وهلا الملح شويه فانيليا. هلا بنشغل المكنه على الميرنج على اعلى سرعات. نعبي هواء وينفش قوام مثل الناطف يصير. شيف اذا ما عندنا هي بالبيت، اذا ما عندك هي الماكينه مدام بالبيت، ممكن المضرب تبع الكيك نفسه تبع الجاتو نفسه بيساوي فيه جاتو، له مضربين مع بعض ليش بيفي بالغرض. وبعد ما وصل المرنج للقوام اللي بدنا اياه مثل ما شايفين قوام ناشف وتمام. هلا نحن نقسمه 3 اقسام، قسم ابيض، قسم اصفر، قسم احمر. هلا اللون الاصفر نحن انتوا على هو الغامق فاتح انتوا شو ما بتحبوا، وهي الاحمر اللي عنا، وهي الاصفر طالع معنا هيك فاتح، وهي الزهري، وهي الابيض. رح نبلش بالاصفر المموج ابيض، بس لازم نحط لهم ولو قاعده بسيطه عشان تعلق العودة عليها. بنرجع بنصب عليها نحن. وهي شكل النهائي اخواتي. هي شوي كبير وشوي صغير مثل ما شايفين. وانا هون عندي شويه سكر من نفس التلوين الاصفر، شوي سويت شويه سكر مع لون اصفر وشويه سكر مع لون احمر مثل ما شايفين. حتى فوق الزهر كمان. وهلا هي خلص متزينتها. هلا بدنا ناخذها على الفرن درجه حراره من 90 ل 100، بدهم نص ساعه ل 40 دقيقه. نشويهم ونرجع لكم. هي المرنج خلصت، طلعت هذا الشكل، هذا الشكل شايفين ماسكه حالها ظريفه وحلوه ومقرمشه. مكونات بسيطه موجوده كل بيت، شويه بيض بيض وشويه سكر. سويها قدام بايدك وياكلوا الاولاد احسن ما تاكليها ياكلوها من السوق وما تعرف شو حاطين فيها. جربوها واعطونا رايكم ان شاء الله. الف هنا.